حب الأب لبنته هو الأصدق، ملهوش شروط ولا مقابل. الراجل ده عنده تأخر ذهني، بيجري مع بنته وهو شايل لها شنطة المدرسة علشان يلحقوا أتوبيس مدرستها، وبيقف جنب العيال التانية وأهاليهم، بيشوف أهاليهم بيعملوا إيه مع عيالهم علشان يعمل زيه مع بنته لأنه ما يعرفش، وبيشيل بنته. ولما بيوصل للأتوبيس الأم دي بتبوس ابنها وبتودعه وبتركبه الأتوبيس. الراجل مش فاهم، ولكن قلبه بيقوله إن دي حاجة حلوة، وده بيخليه يعمل زيها. وهو كمان بيبوس بنته قبل ما تركب الأتوبيس وبيودعها. المشاعر دايما في القلب، وما ظنش إن في حب كده زي حب الآباء لأولادهم. يعني إيه تحب من غير ما تفكر في نفسك؟ يلا بينا نعرف قصة فيلمنا النهاردة. وفيلمنا بيبدأ في مدينة شيناي في الهند مع راجل اسمه كريشنا. كان بيجري ورا عربية بالليل، ولكن فجأة وقع على الأرض، وطلع النهار وهو لسه واقع في نص الشارع. العربيات والموتوسيكلات بتمر من جنبه لحد ما 2 نزلوا من العربية وشالوه رموه على جنب. ولما كريشنا ابتدى يفوق كان تايه ومش عارف هو فين. في اللحظة دي جه حرامي وسرق الفلوس اللي في جيبه، ولكن فجأة الحرامي وقع وفي شبكة لفت على رجله. راح له كريشنا وساعده. الحرامي حس انه اتأثر بيه وقال له انت عايز تروح فين؟ فكريشنا قال له انا عايز نايلة. الحرامي فهم ان كريشنا تايه ومش طبيعي، خد جزء من الفلوس ورجع له الباقي وقال له روح القسم واسأل هناك يمكن تلاقي حد يعرفك. فعلا كريشنا بيروح القسم، بس ما كانش عارف غير اسمه. الضابط قال له امشي وما ترجعش غير بحد من قرايبك او بمحامي. وهو خارج من القسم شاف عربية ترحيلات والمجرمين بيطلعوا فيها، ركب معاهم من غير ما حد يحس. ولما نزلوا عند المحكمة كان في شوية محامين واقفين بيحاولوا يلاقوا قضايا يمسكوها. الضابط شاف كريشنا وقال له انت دخلت هنا ازاي؟ وكالعادة كريشنا كان تايه ومش فاهم اي حاجة. الضابط شاور على كريشنا لمحامي وقال له الراجل ده شكله زبون، روح شوف قصته. المحامي راح لكريشنا وفهم انه بيدور على حد ضايع منه. خده على مكتب المحامية اللي شغال معاها اسمها انو، وكلمها وقال لها تعالي عندنا زبون شكله كده في قضية اختفاء. بس انو كانت في جلسة في المحكمة، قالت له انا دلوقتي مشغولة، فرد عليها وقال هو انت بتترافعي ولا بتتفرجي؟ انو كانت بتحضر جلسات لمحامي كبير اسمه باشيام، معروف انه بيكسب على طول. رجعت انو للمكتب وقابلت كريشنا، اديته الكارت بتاعها وسألته عن اسمه. ولما سألته عن قريته قال لها انا ساكن في قرية فيها بقر وشجر. ففهمت انو وقتها ان كريشنا عنده تخلف عقلي وانه ضايع خالص. طلبت من المساعد بتاعها انه يمثل على كريشنا علشان يمشوه، ولكن كريشنا رفض يمشي، وكل ما تحاول تهرب منه تلاقيه وراها. قالت له لو عايز نايلة استناني هنا وما تتحركش وانا هجيبها لك. انو راحت البيت واكلت مع ابوها واديته الدواء. كان باين ان علاقتهم متوترة. في نص الليل جالها تليفون من الشرطة، قالوا لها لازم تيجي المحكمة ضروري جدا. ولما وصلت المحكمة لقت كريشنا واقع على الارض والظباط حواليه. قالوا لها المحكمة قفلت وهو رافض يتحرك، ضربناه جامد ومفيش اي فايدة، لقينا الكارت بتاعك في جيبه فاتصلنا بيكي. وقتها كريشنا قال لها انت قلت لي ما اتحركش وانت هتجيبي لي نايلة. ساعتها انو حست بالذنب ونقلوا كريشنا للمستشفى. وهنا ظهر شخص اسمه فيكتور، ظهره في المستشفى وكان صاحب مصنع الشوكولاتة اللي كريشنا شغال فيه، وهو الوحيد اللي عارف حكايته كلها. بدأت انو تسأل فيكتور مين نايلة، هل هي مراته ولا بنته؟ بدأ فيكتور يحكي الحكاية، وبنعرف ان كريشنا راجل طيب جدا من نفس قرية فيكتور، شغال في المصنع بتاعه. وفي يوم لقى كريشنا عصفور صغير واقع من عشه، طلع على شجرة كبيرة علشان يرجعه، علشان مؤمن ان مكان الاطفال دايما في وسط عيلتهم. بس هو نازل وقع من فوق الشجرة. في نفس اليوم كان كريشنا كان فرحان جدا ماشي في الشارع وبيقول لكل حد يقابله ان مراته بانو هتولد النهارده وهتجيب له ولد او بنت. بانو كانت حب عمره، كان سعيد جدا معاها. لكن في الوقت ده مرسي مشرف المصنع لاحظ ان الانتاج متاخر، ولما سال العمال قالوا له كريشنا واخد اجازه علشان مراته هتولد. ولكن مرسي قابل كريشنا وقال له لازم تشتغل، عايزين نلحق نسلم الطلبيه، انت اشطر واحد عندنا. ولما فيكتور شافه قال له انت بتعمل ايه هنا، روح لمراتك في المستشفى، واداله فلوس كمان علشان يروح لها. كريشنا راح السوق الاول واشترى شويه هدايا. ولما وصل المستشفى عرف ان مراته جابت بنت، ولكن للاسف مراته ماتت. كريشنا كان زعلان جدا، ومن بعد جنازه مراته ما كانش عارف يتصرف مع البنت. بس جارته جت ابتدت ترضع البنت وعلمته ازاي يهتم بيها علشان يعرف يربيها لوحده. بدأ كريشنا ياخد بنته معاه المصنع وبيهتم بيها جدا. وفي يوم لما اصحابه بيسألوه هيسميها ايه فبيقول لهم نايلة يعني القمر. وبتكبر نايلة شوية وبتنطق كمان كلمة بابا قبل ماما. كريشنا بيفرح بيها جدا هو وكل اهل قريته.
وبيبدأ يقضي كل وقته ما بين الشغل وما بين الاهتمام بيها واللعب معاها، وبتكون هي كل حاجة في حياته لحد ما نايلة بيبقى عندها 7 سنين. وفي يوم كريشنا بيكون قاعد معاها قدام المدرسة وبيتفرجوا على الأطفال وهم بيلعبوا كورة، وبيجي مدير المصنع وبيقول لها عجبتك المدرسة؟ ايه رأيك أقدم لك فيها؟ نايلة بتقول له يا ريت. فالمدير بيقول لها هقدم لك علشان تطلعي دكتورة وتخلي بالك من بابا. تاني يوم كريشنا بياخد نايلة وبيروح محل أدوات مدرسية وبيستلف فلوس من أهل قريته، وكمان بيشتري لها الزي المدرسي. تاني يوم بيركبها الباص بتاع المدرسة، لكن لأنه مش متعود على غيابها بيروح لها المدرسة، وهي كمان بتشوفه من الشباك وبتطلب منه إنه يمشي، وهو بيسمع كلامها. ولما نايلة بترجع البيت بيفضلوا يلعبوا سوا، لكن كريشنا مش بيعرف يساعدها في الواجب والمدرسة بتزعق لها. تاني يوم المديرة بتلاحظ إنها خايفة، فبتقول لها أنا اسمي شويتا. نايلة بتقول لها وأنا نايلة، وبتحكي لها إنها خايفة من المدرسة. ولما شويتا بتعرف إن أم نايلة ميتة بتتعاطف معاها وبتقول لها لو حد ضايقك قوليلي. وفي يوم المدرسة بتبلغهم إن الموجهة جاية بمناسبة عيد ميلاد تأسيس المدرسة ولازم يقدموا عرض قدامها. ولما نايلة بتسأل يعني إيه موجهة بيقولوا لها يعني المدرسة الكبيرة. بتروح لشويتا وبتقول لها شكلها كده ديناصور جاي المدرسة، أنا سامعة إن في مدرسة كبيرة جدا جاية. بتضحك شويتا وبتبدأ كمان تساعدها في العرض اللي هتقدمه، بس علشان كده نايلة بتفوت الأتوبيس. ولما كريشنا بيروح ياخدها مش بيلاقيها، بيتجنن وبيجري على المدرسة بس بيلاقي الكل روح. ولما بيرجع البيت بيلاقيها قاعدة على الباب. جارته بتقوله كنت على الأقل سيب لها المفتاح تدخل. نايلة بتكون زعلانة جدا إنها قعدت على الباب. كريشنا بيحاول يصالحها بس هي بتقوله انت هتسيبني وتمشي زي ماما. فبيقول لها انا مستحيل، انت اللي سبتيني ومشيتي. فبتقول له كنت مع المدرسة بتحكي لي قصة علشان الحفلة. فبيقول لها بكرة تيجي بدري وانا هحكي لك قصة. تاني يوم كريشنا بيقابل جارته راجيا مرات مرسي، بيسألها عن قصة، بس مرسي بيشوفهم وبيغير جدا. بياخد كريشنا وبيقول له انا هحكي لك قصة. وفي السكة بيقول له ما تتجوز ست تراعيك انت وبنتك، هتفضل عازب لحد امتى؟ لكن كريشنا بيقول له ان راجيا بتساعده بس، وده بيخلي مرسي يغير اكتر. بالليل نايلي بتطلب القصة اللي باباها وعدها بيها، فبيجي صحاب كريشنا وبيقفوا ورا الشباك وبيقولوا له على قصة يحكيها. بيبدأ كريشنا يحكي عن ملك بيحارب مخلوقات أسطورية. نايلة بتنام وهي مبسوطة جدا. تاني يوم في حفلة المدرسة كريشنا وكل أهل القرية بيجوا وبيتفرجوا، ونايلة بتغني أغنية جميلة جدا. وبعد كده شويتا بتطلع توزع الجوائز، ولما بتشوف نايلة على كتف كريشنا بتسأل مرسي مين ده، فبيقول لها ده كريشنا أبو نايلة. ولما بتسأله عن أمها فبيقول لها كان اسمها بانو ماتت. ولأنه غيران من كريشنا بيقول لها ده كريشنا مجنون، مين يعيش معاه ويفضل سليم؟ شويتا بتجري وهي بتعيط، ولما خطيبها بيسألها ايه اللي حصل بتحكي له وبتكلم والدها في التليفون. ولما نايلة بتروح تسلم على شويتا قبل ما يمشوا، شويتا بتحضنها وهي بتعيط جدا. ولما كريشنا بيحاول ياخدها ويمشي، شويتا وخطيبها بيمنعوه. نايلة بتفضل تعيط وتنادي على باباها، ولكن كريشنا بياخدها وبيجري بيها لحد باب المدرسة. في الوقت ده بيظهر والد شويتا، وبنعرف ان شويتا هي اخت بانو، وان بانو زمان هربت من اهلها علشان تتجوز كريشنا. محدش كان يعرف هما فين. طول السنين دي كان ابو بانو فاكر انها عايشة سعيدة مع جوزها، وما كانش يعرف انها ماتت. بيبدأ ابو بانو يقول لكل اهل القرية ان كريشنا بقى جوز بنته، وبيطلب من صاحب المصنع ياخدهم معاه ويهتم بيهم. فيكتور بيوافق وبيدي كمان كريشنا فلوس. كريشنا بيمشي بعد ما بيودع اهل القرية هو وابو بانو نايلة. وفي الطريق ابو بانو بيقول لكريشنا انهم وصلوا، وبيقولوا له انزل من العربية وانا هفضل ماسك نايلة لحد ما تنزل. لكن اول ما كريشنا بينزل ابو بانو بيمشي بالعربية وبيسيبه وراه لوحده. كريشنا بيجري ورا العربية لحد ما بيقع على الارض، وده بيكون المشهد اللي بدأ في الفيلم. وبيبدأ فيكتور يقول لانو ان علاج كريشنا هو نايلة، وساعتها انو بتتأثر جدا، بتقرر تمسك قضية كريشنا وترجع له بنته. كمان بتقول لفيكتور ان من النهارده كريشنا مسؤوليتها لحد ما يرجع بنته، وبتاخده معاها البيت وبتقول لابوها ده زبون عندي وهيقعد هنا لحد ما قضيته تخلص. بتطلب كمان من المساعد بتاعها انه يجيب لها معلومات عن حما كريشنا، وبتعرف ان اسمه اورا جندران وعنده كذا مؤسسة تعليمية وعنده بنتين، بانو مرات كريشنا وشويتا اللي شغالة في المدرسة. وبتروح انو مع كريشنا يقابلوا اورا جندران، وبتقول له انت اخدت نايلة من كريشنا وفرقت بينه وبين بنته. ولكن اورا بيقول لها ما عنديش بنت اسمها بانو وما اعرفش واحده اسمها نايلة، وبيطردهم. بتقول انو لكريشنا نايلة فوق، وبيطلع كريشنا يدور عليها ولكن مش بيلاقيها. بيحاول يدخل بالعافيه. انو بتقول له انا المحاميه بتاعته، واورا بيرد وبيقول محاميه يبقى قدمي شكوى في المحكمه.
فعلا انو بتروح وبترفع قضية عليه. في الوقت ده نايلا بتكون قلبت الدنيا على ابوها، وتاني يوم اورا بيروح لانو اول ما بيعرف انها فعلا رفعت قضية، وبمجرد ما بتشوفه بتقول له انت فرقت بنت عن ابوها، عارف الالم اللي كريشنا حاسس بيه؟ بيرد عليها وبيقول لها محدش حاسس بالالم ده زيي، بنتي كانت رافضة تتجوز وفجأة قالت لي انها تتجوز راجل مختل ورفضت طبعا، مين يجوز بنته لكريشنا؟ بس هي هربت معاه وبعتني وبعت الدنيا كلها، دلوقتي فين هي؟ ومش هيسيب له نايلا يضيعها زي ما ضيع بنته. فبتقول انو خلاص يبقى نتحاسب في المحكمة. وبتبدأ صاحبة انو تقول لها القضية دي مش سهلة زي ما انت فاكرة، مفيش محكمة هتدي وصايا الاب متخلف، لكن انو بتصمم انها تحارب. تاني يوم بتتفاجئ انو ان المحامي اللي هيقف ضدها هو المحامي الكبير باشيام اللي كانت بتحب تتفرج على المرافعات بتاعته. بتكون مرتبكة جدا في الجلسة وبتقول كريشنا راجل عادي بيشتغل وبيصرف على بنته وما ينفعش يتحرم من الوصاية. القاضي بيأجل الجلسة علشان يطلب أوراق تثبت إن كريشنا فعلا متخلف. تاني يوم انو صاحبتها بيحاولوا يقربوا من مساعد باشيام اللي كان بيحبها من أيام الجامعة، بتعمل نفسها بتحبه علشان تعرف منه معلومات أكتر عن باشيام والقضية، وبتحاول انو تخلي كريشنا يتصرف طبيعي جدا قدام الناس، بس مش قادرة توصل له المعلومة. بتقرر ترشي الدكتور علشان يقول ان كريشنا مش متخلف. في الجلسة التانية انو بتطلب من القاضي يسمح لكريشنا يشوف بنته جوه المحكمة لحد ما الحكم يطلع. بتبدأ انو تضغط على باشيام وبتقول له كل القضايا اللي كسبتها كانت بوثائق مزورة. باشيام بيتصدم ومش فاهم انو جابت المعلومات دي منين، وهو مش عارف ان المساعد بتاعه هو اللي بيسرب كل حاجة. في نفس الوقت جد نايلا بيكون قلقان لانها هتشوف ابوها في المحكمة، لكن باشيام بيقول ان ده لمصلحتهم علشان لما كريشنا يجي المحكمة هيثبتوا انه متخلف. كريشنا بيبدأ يجهز اكل لنايلا علشان تبقى مبسوطة لما تشوفه. انو بتقول له انت اب كويس جدا. يوم المقابلة باشيام بيبعت رجالة يعطلوا المرور في الشارع، وفعلا بيضيع وقت المقابلة وكريشنا مش بيلحق يشوف نايلا، بيبقى في حالة نفسية سيئة جدا. باشيام بيقرر انه يجيب اصحاب كريشنا اللي عندهم تخلف عقلي ويحبسهم علشان يوريهم للقاضي كدليل ان كريشنا متخلف. انو بتعرف من مساعد باشيام وبتحاول توصل لمورسي واصحاب كريشنا. تاني يوم في المحكمة مورسي بيجي مع اصحاب كريشنا وبيبدأ القاضي يسألهم، وفعلا بيبان عليهم التخلف العقلي لحد ما بيجي الدور على مورسي وبيقول كريشنا عامل زي الاطفال واللي حصل لمراته كان بسببه، ولو خد الوصاية هيضيع حياة البنت. لكن قبل ما يمشي بيقول للقاضي باشيام هو اللي حفظني الكلام ده، وساعتها القاضي كان بيتخانق مع باشيام. الايام بتعدي، نايلا كانت رافضة كل حاجة حتى الحياة لحد ما شافت ابوها. جلسات المحكمة فضلت شغالة لحد ما باشيام قال لأهله لازم تخلوا كريشنا يحضر الجلسة الجاية، عاوز أسأله على شوية حاجات، وهو كان هدفه إنه يثبت للقاضي إن كريشنا متخلف. وفي نفس الليلة المطر بدأ ينزل والرعد شغال. كريشنا كان مرعوب وكمان نايلا كانت خايفة. انو أخدته وودته عند بيت نايلا، ولما شاف إيديها من بعيد طار من الفرحة. هي كانت مبسوطة إنها قدرت تفرحه. تاني يوم باشيام عرف إن المساعد بتاعه هو اللي بيخونه، ضغط عليه علشان يعرف خطتها، فقال له انها ناويه تخبي كريشنا وما تودهوش المحكمه وكمان تتهمه ان هو اللي خطفه. باشيام قال له خلاص انت روح اخطفه الاول وهاتهولي هنا. وفعلا المساعد راح صحى كريشنا من النوم وقال له تعالى هوديك عند نايلا، وخطفه ووداه عند بيت المحامي. المحامي حبسه في اوضه عنده وقرر انه يوديه للمحكمه. ساعتها انو بدات تدور عليه في كل حته، لكن في الوقت ده كريشنا قدر يهرب من الاوضه. وهو بيجري سمع صوت ابن باشيام الصغير بيتألم، ولما لمسه لقى حرارته عالية جدا. هرب كريشنا من البيت ومحدش من الحراس قدر يمسكه، ولما باشيام عرف كان هيتجنن. في نفس اللحظة عرف ان ابنه سخن جدا، اتصل بالدكتورة ولما وصلت قالت له انه مهمل، وقالت لمراته انها كمان مهملة، ازاي يسيب الطفل يوصل للحالة دي. وفجأة كريشنا رجع تاني ودخل بيت باشيام وكان جايب للولد خافض حرارة ومضاد حيوي. الدكتورة قالت له انا كنت لسه هكتب له نفس الدواء ده. كريشنا رجع بنفسه للأوضة اللي كان محبوس فيها. باشيام حس انه مكسوف من اللي عمله علشان اللي كريشنا عمله مع ابنه. تاني يوم باشيام خد كريشنا وراح بيه للمحكمة. كريشنا قال له خلي بالك من ابنك وما تنساش الدواء 3 مرات قبل الاكل. وفي المحكمة انو شافت كريشنا وعرفت ان مساعد باشيام هو اللي كان خطفه. ابتدت المرافعة. المحامي سأل كريشنا عن اسمه وجاوب، ولما سأله عن اسم مدرسة بنته معرفش. المحامي كمان قدر يثبت ان عنده تأخر وانه مش هياخد باله منها ولا كمان هيعرف يذاكر لها. فجأة نايلا دخلت المحكمة. ابوها كان بيعيط علشان ياخدها،
لكن نايلا كلمته بلغة الإشارة وهو فهمها، وحضنوا بعض من بعيد. كل اللي في المحكمة اتأثروا جدا، حتى المحامي نفسه. قال للقاضي لازم نايلا تكبر مع أبوها، ولكن القاضي حكم لصالح كريشنا، وكريشنا خد نايلا. كانوا فرحانين جدا وباتوا في بيت أنو. نايلا راحت نامت جنب أبوها، بس أنو هي نايمة سمعت صوت الباب بيتفتح، ولما راحت تشوف اكتشفت إن كريشنا ونايلا مشيوا. وراح كريشنا سلم نايلا لخالتها، لأنه اقتنع بكلام المحامي إنها تاخد بالها منها أكتر منه، وهو هيجي على طول علشان يطمن عليها. ولما أنو سألته عملت كده ليه، قال لها أهم حاجة عندي مصلحة نايلا. وبيخلص فيلمنا على كده. في الآخر الفيلم ده علمنا إن الحب الحقيقي مش بيتقاس بالذكاء ولا بالمستوى الاجتماعي. الحب الحقيقي هو اللي بيطلع من القلب، اللي فيه تضحية وخوف واهتمام من غير شروط. كريشنا رغم إن عنده تأخر ذهني، لكنه علم الكل يعني إيه يكون أب بجد، يعني إيه تحب من غير ما تفكر في نفسك، ويعني إيه تحط مصلحة اللي بتحبهم قبل أي حاجة. الفيلم بيفكرنا إن مش دايما الورق والشهادات هما اللي بيحددوا مين يصلح إنه يكون أب ولا أم. القلب هو اللي بيحكم. النية الطيبة دايما بتكسب في الآخر. ودي كانت حكاية كريشنا ونايلا، حكاية حب، نقاء وبراءة. علمنا إن أوقات البراءة أقوى من كل قوانين الدنيا.